لا عامل ساوند كده عمرو اسماعيل هينتحر. بس حلو قوي كده. تحفه. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلمى والاصدقاء. السيريز دي حد من صحابي بيختار فيلم مصري، وطبعا ده جزء من استكشافي للسينما المصريه، وبيختاره مش عشان هو احسن فيلم في الدنيا، بس هو فيلم عايز يتكلم عليه وفيلم متاثر بيه سواء بقى في طفولته او فكرته او كده. النهارده معانا جهاد. بس خلاص اخترتي فيلم ايه يا جهاد؟ حبيبي يا عاشق يا حر زي الطير. الناس هتعمل لنا بلوج صوت صوتي. انا عندي موهبه غنائيه مدفونه. تكتشفها عايزين منتج ولا حاجه؟ صحابي اللي بيكتشفوني بيشتموني الصراحه. جهاد اختارت فيلم ابو علي. ده كان اول مره اشوف فيلم ابو علي يا جماعه. انا عارفه ان هو ايكونيك وعارفه الساوند تراك بتاعه، هنتكلم على الساوند تراك لوحده، بس اول مره اشوفه. انا اتفرجت على فيلم ابو علي تاني. انا طبعا كنت ناسياه، انا اتفرجت عليه مليون مره وانا صغيره، بس اتفرجت عليه تاني مع سلمى، وبصراحه لما اتفرجت عليه تاني كانت المشاعر مختلفه تماما تماما. اشمعنى اخترت ليه ده اول حاجه جه في دماغي؟ عشان هو بارت كبير قوي من طفولتي، اعتقد من طفوله اغلب المصريين. يعني لما كنا بنتفرج على افلام بتاعت روتانا سينما كانت كلنا بنتفرج على ابو علي بس خلاص. يعني كل يومين ابو علي كان بيتحط على روتانا سينما اعتقد. طب ولما شفتي، انت قلتي انت شفتيه اصلا معايا دلوقتي يعني ايه المشاعر المختلفه اللي كانت عندك كواحده دلوقتي اكبر من اللي كنت عليه بتشوفه بقى مره تانية؟ اول حاجه ضايقتني جدا ازاي الكوميديا المصريه زمان كانت based on التنمر. تنمر، بس احنا بنضحك الناس، احنا بنتنمر على بعض، بنتنمر على الناس. ده احنا بنضحك كده يعني. من سوكا، انا اسفه ان انا ضحكت عليكي وانا صغيره. لا بجد انا اسفه حقيقي. ليه عملوا كده في سوكا؟ كتير قوي بفكر في الموضوع ده، ان الطفل اللي انت بتجيبه في الفيلم ويتقال له الجمله دي بس، يعني ده دوره في الفيلم كله، بيتاثر عليه ازاي بقى لما بيكبر. على عكس يعني دي حاجه يمكن تفرحنا اعتقد، ان على عكس لام شمسيه عشان يحطوا حد ثرو حاجه شبه كده، جابوا له ثيرابيست وحاجات ناس يعني تبقى عارفه كويس ازاي ده هيأثر عليه ويتعاملوا مع ده. ده كانش بيحصل زمان. احنا زمان كنا بنبولي الاطفال، احنا كان هو ده الحاجه الاساسيه اللي مبني عليها الكوميديا المصريه، ان احنا بنتريق على بعض، بنتريق على صاحبي، بنتريق على معرفش ايه. لا وبنتريق في كل حاجه، ده اللي رفيع قوي وده التخين قوي وده الابيضاني قوي وده الاسمراني قوي وده الطويل قوي، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. وعلى فكره يمكن انا اتضايقت اكتر عشان ده كان مشكل جزء كبير قوي من شخصيتي وانا صغيره، عشان كنت بتريق على صحابي وبتريق كده، وكنت شايفه ان هو اللي بيزود، اللي بيأفور، اللي هو مثلا بيقول ان هو اتضايق، اللي هو ده انت قماص قوي. ايه القمص ده؟ ده حقيقي اصلا بقى. انا حاسه محتاجه اتكلم اهدى من كده، لان انا بتكلم بسرعه قوي. دي اول حاجه خدت بالي منها. لا احنا عندنا سيف بليس، اعملي انت عايزاه. ماشي. لا انا عايزه عشان الناس تفهم انا بقول ايه اصلا. كنا بنقول ايه؟ فانا بعتذر لكل اصحابي وكل الناس، واعتذر لاستاذه سوكا شخصيا ان ضحكت عليها، لان دي حاجه بجد ضايقتني قوي 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 قوي. لما شفت الاستاذ كريم عبد العزيز وهو بيعمل كده اتضايقت جدا. لا انا عايزه بقى اقول لك على فكره ان انا شفته انا اول مره اشوفه، فما عنديش اي تعلق شخصي ماشي بالماضي معاهم، فانا بشوف كل حاجه لاول مره كست كبيره ماشي. امراه. فانا بالنسبه لي قصه الحب اللي موجوده في فيلم ابو علي ده هبل في الجبل. طب تعالي نمسك الفيلم من اوله. ماشي. عشان نشوف. اول حاجه هو كان شاب عاطل. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، شاب عاطل مسؤول على اسره، بيضطر يعمل حاجات غلط عشان ياكل اسرته، which is ده مش مبرر. بالظبط 100%. بسم الله الرحمن الرحيم بدايه الفيلم. وعشان هو واد ابن بلد قوي، فاحنا بنعديله الموضوع ده عادي جدا. خلي بالك زمان ده كان بالنسبه لهم فهلوه بيجري على فهلوه قشطه يعني. وبعدين شفتي الحته اللي هو بيقول له تعالى اوديك قسم المخدرات وهناك هتكسب فلوس كتير، راح قال له لا حد الله بيني بالمخدرات، تزوير اوكي، مخدرات نو. ايه ده؟ مبادئ برضه. ايه المنتاليتي دي؟ فدي كانت اول حاجه. بعدها دخل الحاره اتريق على طنط سوكا. بعدها طلع بيته. كان جايب بقى حاجات حلوه لاهله عشان لسه مخلص تزويره جامده
وبعدها بقى ده موقف اثر فيا قوي. اخته رجعت من عند جوزها. اصلا الفيلم كله على فكره هو الحته دي هي دي محور أيوة. محور الفيلم كله. وهو واخته كانت واضحه وصريحه، قالت انا لو رجعت تاني هتبهدل. قال لها ارجعي وبطلي دراما، وكان مسميها قناه الجزيره. ايوه تخيل. وهي كانت بتقول له بيخوني وبيعمل، قال لها طالما ما مدش ايده عليكي لازم يضربك ويجلدك ويسلخك، وبعد كده نبقى نشوف الحوار ده. فطبعا لما رجع لقيته راجع مع واحده، فراحت اتضربت ورجعت. ايوه اتضربت بقى، اتعجنت، وبعد كده جت البيت. تعالي كده عشان تباني. ها بعد كده جت البيت، اتعجنت تاني جوه بيتها، عشان هو خلاص الراجل عرف ان هي رجعت تاني قالت بدون كرامه. هو انا مش انا قلت لك لو رجعت تاني هيفتكر اني ماليش اهل. ايوه. وبعدين حاجه اوبا امسك الكرسي كسر. طبعا هنا هنقف ليه؟ عشان كل حاجه كانت زمان بتتحل بالعنف. بالظبط. لا وبعدين فكره الماسكولينيتي دي اللي هي بتاعت ان انا رحت لحد، فالتاني بقى ايه، بدل ما يحل الموقف بطريقه طبيعيه، لا احنا تتطلق يعني الموضوع انتهى، مش عارفه في ايه. لا احنا هنروح نعمل ارهاب وبتاع، والتالت هيرد العنف بالعنف بقى، فيروح جاي ورايح لعيل صغير يتشطر عليه. عامه بقى انا كل ده زمان كنت فاكره ان جوز اخته هو السبب انه ده يدخل المستشفى. ما كنتش فاهمه قوي ايه اللي حصل. طلع انه لا، هو عادي، الولد كان عنده ثقب في القلب فبان لما وقع. اصلا يعني هو الراجل ما عملش اي حاجه غير ان هو خلاه يكتشفوا العلاج قريب. اساسا انا طول السنين اللي فاتت متضايقه قوي من جوز اخته عشان هو اللي عمل فيه كده. وبعدين برضه كنت ببقى مش فاهمه دراماتيك قوي. لا وقع الاول اللي هو قعد، وبعد كده راح نايم. ايوه. خد وقتك يعني، احنا مش ورانا حاجه. فهنا بقى ابتدت القصه تتحول. ماشي، القصه هنا بقى تحولت الى راجل محتاج يجيب فلوس كتيره قوي في وقت قليل قوي عشان ينقذ حياه اخوه. صح. وهو طبعا كده مفيش مبادئ بقى. احنا مع واضح قوي من الشخصيه كريم عبد العزيز في الفيلم ابو علي ما عندوش مبادئ. فاول حاجه هيفكر فيها ايه؟ مش ان هو ما يحاول يستلف. بصراحه هو حاول يستلف الناس طبعا عشان كلهم ولاد 60 في 70 واحنا في عالم قاسي جدا وبتاع، فاضطر ان هو يسرق بجد باكتر طريقه عبثيه في الدنيا. هو جايب معاه طلعت زكريا ورايحين. وده عايز طلعت زكريا بس انسرق مليون مره قبل كده، اللي هو انا جايبك معايا عشان انت صاحبي، فانا كصاحبك هروح معاك عادي، مش همنعك. يعني مش همنعك من اللي انت هتعمله. هنروح كده مشوار سريع نسرق فيه شويه خزانات كده ونطلع تاني. بس راحوا سرقوا الخزنه بطريقه عبثيه جدا، وما اعرفش ازاي ما اتقفشوش ولا في اي حاجه. يعني عادي بقى قشطه، فتح وعادي جدا، عادي جدا. ماشي. ومفيش اي سكيورتي واحد مش مهم خدنا الفلوس. وكانت الغلطه استاذ كريم عبد العزيز عملها، انه المفروض كان جاي ياخد الفلوس، بس استاذ كريم عبد العزيز طمع وخد التمثال الاخضر. ودي كانت لقطه تانية. لو كان ما خدش التمثال الاخضر ما كانش هيحصل اي حاجه، الفيلم كان هيقفل وخلاص وشكرا والنهايه. لكن لا، استاذ كريم عبد العزيز طمع. كان في مشهد قبل بتاع ده غريب قوي. ايه بقى؟ الباص بتاعه ولا بتاع اللي هو لما راح يستلف منه، فراح قال لهم ايه، ادوا له حسابه، خلصوا له حسابه وخد فلوسه. فراح واخد الفلوس قالوا خد، احنا ما بنشحتش. لا ما طلع له برضه حاجه بسيطه. طلع له خد دي بقى خد دي مني. ما بالي، انا افتكرت اللي هو راح قال له خد يا باشا فلوسك، احنا ما بنشحتش، انا هسرقك بالليل، انا ما بشحتش. انا هاخدها منك بس بطريقه مختلفه يعني، معلش. ايه تاني؟ هنا بقى ظهور الفنانه الكبيره منى زكي. ثواني قبل ما تظهر منى زكي، احنا رحنا عملنا ايه؟ احنا سرقنا ورحنا ادينا الفلوس. لا لسه، لا كانت هي ظهرت. ماشي صح ماشي تمام. يبقى رحنا بنت يا عيني يعني لا ليها في اي حاجه، حياتها اصلا متدمره اساسا، عندها مشاكل قد كده في حياتها، وهربانه من البيت واخده العربيه الحاجه الوحيده اللي حيلتها عشان تهرب بيها. يطلع لها ده قصه حب. ازاي يا جدعان؟ دي واحد ما ظهرش كقصه حب برضه. هو ما ظهرش كقصه حب. الاستاذه الفنانه منى زكي ظهرت وهي سايقه في الطريق، وهو قال لطلعت زكريا، هو انا لو عملت اي حاجه مش تزعل مني؟
ايه بقى العبث ايه اللي حرمي صاحبي قدام العربيه وفي نسبه 99% ان هو يحصل له حاجه، يعني اقل حاجه نزيف داخلي، يعني اقل حاجه عربيه ماشيه حتى مش عربيه على طريق سريع على طريق سريع وراح طب ما ترمي نفسك. لا او على فكره يعني اللي كان هيخليك تستنى لما كنت استنيت شويه مثلا لحد ما اللجنه تمشي مثلا، يعني مش عارفه، يعني كنت حاسه ان ده حل امن. رمى صاحبه او يعني لف الناحيه التانية، اركب حاجه تانية توديك عكس الطريق. ايه رايك؟ مش لازم تروح نفس المكان اللي انت هتروحه. كان لازم عشان اخوه لازم يعدي كده الناحيه. كان لازم يعدي، يعني هو كان عايز يروح يديلهم الفلوس، لان هو قال لها هروح ادي لاخويا الفلوس في المستشفى وارجع. ماشي يلا اوكي خلاص. فحرمي صاحبي خلاص يموت بقى يولع خليه يرمي صاحبه. رمى صاحبه. وقابلنا منى زكي اللي هي بتتعرض بالنسبه لي اسوأ تروما في الحياه. واحد كانت هتدوسه، وبعدين 2 راحوا غاصبين نفسهم ان هم يخشوا العربيه معاها توديه المستشفى. وقفوا في لجنه، راح مطلع عليها مطوه مطوه. لا قبلها لما خطيبها او القديم جالها على الطريق وقال لها تعالي معايا، وهو كريم عبد العزيز ضربه عشان راحت قالت له انا بجد مش هنسى لحضرتك الموقف ده، انا بجد هعمل لك اللي انت عايزه. كل ده عشان هو انقذها عادي اساسا. هو طبيعي يعني لو بني ادم طبيعي واقف وشاف واحده هتتضرب المفروض انه ما يحوش عنها. ليه عملنا هايلايت ان دي الشهامه والجدعنه يعني؟ ما ده قشطه يعني. فركبت معاها التلقوطه العربيه عشان تقول له ثانك يو سو ماتش، مع ان طبعا دي كانت غلطتها. المفروض يعني كسيفتي محدش يركب حد مع الطريق. يا جماعه حتى لو هيعمل ايه في حياته، معلش انا اسفه مش هقدر. فالمهم يعني خلاص وصلنا اللجنه. حصل الضابط طلع حيوان. وصلنا لبوينت انه خلاص احنا محتاجين نهرب. الحته اللي هو كذب فيها وقال عادي احنا مش عارفه هي هتوصلنا فين او حاجه كده. مانيبيوليتيف جدا. وهي راحت خلاص يا باشا احنا ما كناش عايزين نأذيها. بس لو هي اعترفت خلاص انت ايه ده وحشه قوي. بس فماشي خلاص كده احنا اترفع عليها المطوه وقال لها اجري، يعني اجري. جرت بقى الناس كلها شاكه فيهم وبيجروا ورا العربيه. ركنوا العربيه في اقرب حته كده مهمشه. وبعد كده هي بقت مرعوبه لان هي دلوقتي مطلوب القبض عليها وهي مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده. وهو بيحكي لها قصه بقى ايه ضحيه قوي بقى، اللي هو اصل اخويا بيموت ولازم نروح نديله فلوس ومش عارفه ايه وبتاع، بس ما قالهاش حته ان هو سارق الفلوس دي. فهي طبعا ده انت راجل قوي مش معقول، يعني ايه الشهامه. خلاص هنضطر نروح ندي لاخوك الفلوس في المستشفى. فكان نروح نعترف على نفسنا ونقول. فهو راح عادي يعني خلاص سمع كلامها وقال لها يلا. وبعدين طبعا حصل مع الضابط. وايه كمان بعد كده خلاص راحوا ادوا الفلوس لاخوه اللي هو بقى بصوا بقى العبث. يعني هو راح ادى الفلوس لعيلته وعيله اخوه. فمامته بتقول انا ما اعرفش انت جبت الفلوس دي منين، فقال لها ارزاق ولا ما اعرفش قال لها ايه بترزق يا امي حاجه كده يعني. راح مديها الفلوس. ومفروض ان الناس دي كلها عارفه ان الفلوس اللي اتسرقت بتاعت الراجل ده وان اخوه في المستشفى، وهو قرر يعمل عمليه غاليه. العمليه كانت ب 20,000 سنه ودي بقى حوار بقى اللي هو يا لهوي. بس المهم يعني بعد ما ادوله الفلوس هي بقى طبعا شافته وهو بيحضن اخوه ومش عارفه ايه وبتاع. لا ولما كانوا هربانين شافته وهو بيساعد واحد طفل كان القسطى بتاعه بيضربه. او ماي جاد ايه ده انت قلبك طيب قوي. طلع حرام يا بس انت طيب قوي يا اسطى. بتعمل كده عشان اكل العيش. اوكي ده فعلا الحاجات اللي احنا اسمها ايه نستخرجها من الفيلم. انت فاهمه ان دي كانت طفوله ناس كتير وثقافه ناس كتير، ودي حاجات احنا كنا شايفينها عادي لان ده كان بجد بيتكرر في كل الافلام. انت عارفه كنت لسه بفكر في فيلم كده رضا ولا ده احمد حلمي ومنى شلبي لما برضو خبطته في العربيه لما كان بيضحك عليه ان هم 3. ايوه كده رضا ايوه. خبطته في العربيه. وبعد كده ده ايه يا جماعه خلاص احنا بقى في رومانتك لاين كامله في اي فيلم ان حد بيخبط حد بالعربيه. دلوقتي انا فاكره حاسه ان انا هقابل زوجي المستقبلي بالطريقه دي. دي حاجه تروما جدا. ده انا عرفت كده ليه. انا توقعت ان هو هيحصل في حاجه، يعني لازم يكون في حاجه حاصله. يعني هقابلك كده سيريال كده مع العربيه. هقابلك كده عادي يعني في النادي او في فرح اكيد لا يعني لازم اخبطك بالعربيه ادوسك وانت تطلع بقى شاب محترم جدا وتغير لي الكاوتش مثلا. يعني تقول لي خلاص انا مسامح رجلي المكسوره دي مش مهم وحاجه كده. المهم وصلنا ليه
ان هم خلاص بقى ابتدوا يهربوا مع بعض لان هي ما عندهاش اوبشن تاني، لدرجه ان هي لما راحوا للضابط التاني قال لهم انتوا لازم تسلموا نفسكم، كانوا رايحين في الطريق قاموا بصوا على مرايه العربيه وراحت عامل لها خلاص كده هم فهموا سين بعض ده احنا هنهرب دلوقتي. ايوه ليه بقى؟ هنهرب دلوقتي عشان مش خلاص كان هيمسكهم. هيوديهم بقى خلاص. وبعدين ايه كمان في الاخر الاستاذه منى زكي والاستاذ كريم عبد العزيز راحوا لواحات كاجولي قعدت تقول له هو انت عمرك حبيت؟ ثواني بقى نبدا بقى من هنا. انا كحد ده اسمه ستوكهولم سيندروم، لما حد بيخطفك وانت تبدا تحبه، ده مرض نفسي بقى يا جدعان. يعني انا مش فاهمه، انا واحد بوظ لي حياتي، خلاني اخبط بني ادم، خلاني ابقى مسجل خطر والناس بتجري ورايا، عمال يعمل حركات غريبه قدامي وداني عند رقاصه عشان نقعد شويه وبيعكسني هناك، اللي هو احنا بجد ايه العبث ده. وبعد كده اسمه ايه ده، احنا وصلنا لمرحله ان انا بحب الراجل اللي خطفني، تمام ماشي، وده كل ده عادي، كل ده هو اصلا يعني ابن بلد جدع جدا يعني، سيبك من كل اللي انا بقوله ده. فهي دلوقتي عايزه تخليه يعترف ان هو بيحبها، فعماله تقول له انت ما عمرك حبيت قبل كده؟ حبيت واحده كده وكنا هربانين في مره. لا انا الحاجات دي بقى ما بستحملهاش. هو بس هي جدعه ساعات تبقى مجنونه شويه. فكرني باستاذ عمرو دياب، شوفي ازاي جميله وانتي كده رايقه وبتحلوي وانتي متضايقه. ده بجد دي الاغنيه. لا وبيقولوا عليها مجنونه. دي هي ما وردكش جنان، ده مش جنان، انت ما شفتش جنان. هو اللي بيعمل كل حاجه مجنونه في الحياه جدا، وعشان هي بس بترياكت يعني وباينه فكده هي اللي مجنونه. انا لو بدلها انا كان جالي تروما بتعالج منها طول حياتي. ايوه بصراحه. وبعد كده قال لها بقى، هي فهمت ان هو معجب بيها وهو فاهم ان هي معجبه بيه وانقذها من التعبان. لا ده انت هتمشي كده خلاص. احنا هنتكلم على سين التعبان الغريب جدا ده. هم راحوا الواحات طلع منها سؤال بقى بجد مش بهرج بقى. الاغنيه اللي هي بتاعت تاكسي اللي جاي ايوه، هي دي الفيلم ده اخترعها ولا دي موجوده في الحياه عامه؟ حاساها موجوده في الحياه عامه، مش عارفه. نرجع تاني بقى وهو بينقذهم من التعبان قال لها لا انا ما صدقت اني بايدك، جاي تقول كده وانا بموت يعني. معلش ثانيه واحده يعني. وبعدين اولا اللي عضها دوده كده. ايوه يعني بجد مطلعين رباط جزمه ويقول لك هو ده اللي هتموت بسببه. أيوة. تمام، ده حاجه. تاني حاجه هي وقعت اللي هو بطريقه دراماتيك قوي كده، وهو بقى هو خلاص كده يا ابو وزي ده علي. مشهد رومانسي. هو خلاص كده يا ابو علي، خلاص كده. لا مش خلاص، ايه يا جماعة الخير، ما نشوف دكتور، ما نعمل حاجة، ما قشطة يعني، يلا مش مشكلة. لا وبعدين هو ايه اللي خلاص، واحنا في سنة كام؟ بس انتوا لو انتوا في سنة مثلا 1850 ماشي، ما فيش الدكتور قبل اختراع الدكتور، قبل اختراع الادوية يعني. هي لو خدت 2 بنادول ونامت شوية السم هيطلع لوحده، لو في سم اصلا حتة الدودة دي. بس ماشي يعني ماشي. مش عارفه احنا بجد متعصبه. انا بس بجد انا اول مره اشوفه، فانا يعني انا بصي بقى اللي هو بيع لي القضيه بقى. وهي بقى ماشيه تعرج وهو بقى شايلها. لا وفي حته كده بس مش فاكره ده فين في الفيلم، وهو شايلها كده راحوا غاطسين في الميه ده وهي بتتعالج. كان ده ديورنج العلاج كنا بنهزر في نص ما بتصحى يعني برضو يعني، ما عشان نفضل بس نايمين في السرير وبعمل لك كمادات يعني، باخدها غطس وكل ده ما اعترفتش ان انا بحبها. ايوه وصلنا لان هو غطسها زي بتاعت الشاي كده في البحر. وبعد كده احنا وصلنا فين في الفيلم؟ احنا خلاص هي ابتدوا مشاعر الحب بتبان، بس هو مش هيقول حاجه، وانا مش هقول ان هي مش هتقول حاجه، هي المفروض كانت تسال اسئله دايركت كده بس انا قصدي يعني برضو ان هي دوره قوي يعني، مش دوره اكتر، محتاجين نورماليز ده. دور الولد انه يقول، الراجل سوري، انه يقول ان هو لا دي اختفت من زمان. عشان انا الحته دي بقت مضايقاني قوي يا جماعه. لا مفيش. ماشي. اخر بقى اكت بقى في الفيلم لما كان رايح يزور عشان باسبور وكده عشان يطلعوا بره مصر بطريقه، هيسافروا بره. فطلع انه خلاص بقى العصابه بقت بتقول له ان انت لازم ترجع، فهو قال لها لا انت اللي هتسافري انت، عشان هنأذي اخوك. اللي هو ازاي بقى ده مش اوبشن من اول الفيلم.
خلاص بقى اكتشفناها في الاخر يا سلمى يعني انا كنت هسافر واسيب اخويا مثقوب في قلبه واخت وماما وامي والناس دي مع العصابه وسوقت سمعتهم وظبطت كل حاجه، بس انا انقذت حياه اخويا من دفعت له فلوس. بس كده طز بقى يولع. هو المهم ان هو تمام دلوقتي لمده 10 دقايق خلاص. هو دلوقتي بقى المفروض يرجع تاني عشان في لقطه هنا انت هتنسيها. ايه بقى؟ لما قال لها ان هي بس اللي هتسافر واداها الباسبور وقالت له انا مش هسافر من غيرك، قال لها روحي بقى اختاري مره واحده في حياتك ولو صح، وزلها بكل الماضي، ما سابش حاجه في الماضي. قال لها روحي للولد اللي كنت فاكراه بتحبيه وبس، ما اعرفش خزوقك ازاي، ولا جوز امك اللي ساب امك، ولا امك اللي ايه ده ايه ده ايه ده يا استاذ، بس كده ايه ده. لا احنا بقى بنورماليز الحته دي عشان هو من كتر خوفه عليها فقال يبوش هير اواي. ايوه انا كنت بعمل كل ده عشان انا بحبك. ايوه انا مش عايزك تتسحلي مش معايا، عشان انا توكسيك ولا انا مانيبيوليتيف، لا خالص، عشان بحبك، عايزه انقذك انتي. انا سيبيني انا جوايا شتايم هستحمل. قد ايه ممكن اقولها دلوقتي. يعني انت واحده بوظت مستقبلها، خليتها مسكر خطر، بقاش معاها عربيه، معاش ولاد في العربيه. هو مش عارفه انا برضه على فكره يا جماعه انتوا عارفين عربيه بكام دلوقتي؟ يعني سيبي بقى كل ده. كنت بقول طب والعربيه يعني ايه اللي حصل فيها يا عيني وسايباها مفتوحه وما فيش فاهم في ايه لما نركنها ونقفلها يعني. مش لا لازم نحطها في حته مريبه ونسيبها مفتوحه. البوليس بيدور علينا دلوقتي، مش هينفع سيب عربيتك مفتوحه. وبعدين ما اعرفش كان معاها عربيه ايه، لانوس ولا ايه، اللي هي ممكن تشيل النمر ان الشعب كله راكب نفس العربيه. المهم ماشي. ندي حلول للمخرج لو هيعمل بارت من ابو علي. احنا وصلنا لمرحله ان هو خلاص بقى هي قالت له لا وان انا هفضل معاك ومش عارفه ايه، وان هي فهمت ان هو قال لها الكلام الوحش ده كله عشان هو بيحبها زياده عن اللزوم. بس انا المره دي يا ابو علي اخترت الراجل الصح. انا نسيت اقول لك تن تن تن. عارفين يا جماعه ان هي بترجع لنفس الباترن اللي هي اوريدي كانت مولوده فيه بالظبط. يعني هي جوز امها وابوها وكل الناس دي كانوا بيعملوا معاها نفس اللي ابو علي بيعمله. اللي علمتها ده بسبب اختيار جوز امها وهكذا، وهي مش فاهمه هي في ايه، فرجعت له تاني. طب معلش انت بعد ما هزقتها كل التهزيق ده انت بقى يعني من شويه كنت بتحبها بس دلوقتي ما بقتش بتحبها. ما لو احنا هو ده معنى الحب بالنسبه لك انت كان المفروض تكمل بقى. كنت هحترمك لو كملت ان انت تقول لها لا انا مش الاختيار الصح وروحي للقرف اللي انت كنت فيه ونهري كده، ما كانش عندي مشكله ان انت تكمل كده. بس انت يا دوب الباب يعني 5 دقايق. سوري رجعت في كلامي، انت الراجل الصح يا ابو علي. بس كده 5 ثواني احنا ما لحقناش. ما يبقى هو حتى ما تفاجئش ان هي اللي على الباب. ايوه بس كده. ايه ده؟ لا هو حتى هو بيبوش وعرض حياتها لخطر كذا مره. بالظبط. حتى هو بيبوش هرواي بدل ما يقول ان انا اسف اني بوظت لك حياتك وانت كنت ممكن مشاكلك دي تتحل لو انت اتكلمتي مع مامتك ولا لا احنا لا يعني كان هتروحي لصاحبتك نهاد تقعدي عندها 15 ايام ما كانتش في لك شغلانه وتبقي سترونج اندبندنت زفت على دماغك. انت اخترتي حاجات تانية مختلفه تماما وهو كمل معاكي ومش جاي بيقولك سوري قوي ان انا عملت فيكي كده، انك بجد لما شفتيني حياتك كلها باظت اكتر من كانت بايظه. لا انا هقولك ان انت دايما اختياراتك هي انت اللي غلط، المشكله فيكي. ايه السفاله وقله الادب دي؟ بس كده خلاص. بس تن بقى ممكن اقول حاجه، الساوند تراك بتاع الفيلم ده 10 من 10. كان ايه بقى يا سلمى؟ يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في البودكاست سلمى واصدقائها. معانا النهارده جهاد.